كثيرة الآن ما أحب أذكرها لأن أطلع من الموضوع، وإلا حتى الناس اللي هنا موجودين يعلمون أنا في سنة 1984 ميلادية بالشهر الخامس أنا عبد الحميد المهاجر كنت في مستشفى لندن كلينيك هوسبيتال والسجل موجود عندهم، وكنت مشلول 4 أشهر. 4 أشهر كنت مشلول وعجز الأطباء عني، وكان العلماء يجون ما أذكركم أسماءهم كلهم معروفين، أنا مو في قفص السهام حتى أذكر الأسماء، إنما أنقل لكم هذه الحادثة. 4 أشهر أنا مشلول شلل كامل لأني رحت أعمل عملية عندي في العمود الفقري في ظهري، بعدين اجى دكتور يهودي صهيوني ضربني إبرة وهو متعمد لتشلني الإبرة إلى الموت، وشلني فيها وبالفعل. وكانت لجنة من الأطباء عجزوا والله عجزوا عن العلاج. بعدين اجى رئيس الأطباء قال لي يا عبد الحميد أنت تبقى هكذا إلى أن تموت، ما لك علاج، فتحب تبقى في المستشفى. هذه بعد 4 أشهر. وقسم من العلماء ماتوا رحمة الله عليهم كانوا معي في المستشفى، وقسم حاضرين الآن في لندن، والقصة مسجلة ومعروفة، وفي نفس المستشفى مسجلة كلها الحادث. رئيس الأطباء اجى عندي بروفيسور استرج اسمه، قال يا عبد الحميد انت هذه حالتك ما لها علاج، الآن عجزنا عن العلاج. وظهري هكذا كان معوج الله يعلم، وشلل كامل، فقط يداي طليقتان. قلت له عجزتم؟ قال نعم. قلت له وما هو الحل؟ قال الحل تبقى هكذا إلى أن تموت. كلمتها، قلت له زين. طلع من الحجرة، أنا ضربت الضوء الأحمر يعني حتى ما حد يدخل علي في المستشفى. بذيك اللحظة توجهت لسيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء، وهي تسمع الكلام وحاضرة بالمجلس. قلت لها كلمة واحدة، كلمة واحدة وأقولها للتاريخ وللحق أسجلها. قلت لها سيدتي أنا من طفولتي على باب بيتكم جالس، على بابكم سيدتي وأنا طفل صغير إلى اليوم. أنا أصلا ما أعرف أيام الطفولة، ذول أهل الرميصة عندكم هنا بالمجلس اسألوه، وأهل كربلاء اسألوه. أنا ما أعرف طفولتي كيف. أنا عمري 9 سنين كنت لابس عمامة، عمري 5 سنين كنت أمثل أطفال مسلم أولاد مسلم بالرميصة. سيدتي مع هذا العمر كله روحي فداء لتراب أقدامك، بعدين تتركيني على اليهود والنصارى. وبكيت مثل ما انت بكيت، أنا الدمعة طاحت من عيني ونمت لحظات، فشاهدت نفسي هكذا والله وأنا على منبر الحسين، وجدت نفسي أني في حسينية آل ياسين في الكويت، والحادثة صارت قبل محرم بأسبوعين، وذول الناس في الكويت ينتظروني أني أروح لهم في أيام محرم. فوجدت نفسي في عالم المنام وأنا في المستشفى كأني موجود في الحسينية يوم الثلاثاء مساء ليلة الأربعاء أول محرم، وبالفعل كان ذيك السنة أول محرم ليلة الأربعاء. فأرى السقف سقف الحسينية مرفوع وينزل رذاذ لطيف على الناس، وهذا دليل استجابة الدعاء لهذه المجالس. وإذا بي أرى امرأة. ليش رحت يا عبد الحميد الآن إلى هاي القصة؟ والله ما أدري. شوف التفت، والله هذه إشارة منهم من أهل البيت. تفت كيف؟ لأن في أجواء مشحونة بالعداء لأهل البيت يجب أن تذكر مثل هذه المعجزات والقصص. وإذا أنا مشلول وجالس في المجلس أول ليلة من محرم وأشاهد امرأة هنا على يسار المنبر، يعني المنبر على يمينها صاير بهذا الجانب واقفة وكلها هيبة ونور، فتأشر لي هكذا تأشر.
شيخ عبد الحميد والله من خلال الحجاب تشوف هيبتها ونورها وطلعتها. اصعد المنبر واقرأ، انا لا اعرفها من هي، لكن من هناك اخاطبها اقول سيدتي انا مشلول، اسمع العبارة واكتبها عندك وراح تشوفون صحبتها بتحت المحشر وانا معاكم هناك امام الله. قلت لها سيدتي انا مشلول، قالت يا شيخ عبد الحميد هاي تكرر العبارة وانا اقراها الشكل اتشرف بكلمتها. اصعد المنبر بمجرد ان يمس بدنك منبر ولدي الحسين يذهب الشلل منه. وشوف العبارة تقول بمجرد ان يمس بدنك منبر ولدي، يعني الفاعلية للمنبر مو البدني، ملتفت للتعبير. فأقول لها سيدتي ما عندي موضوع أصعد أقرأ، قالت هذا الموضوع، هكذا أشارت وإذا نور من يدها، نور هالشكل يجي وأشوف الموضوع البحث العلمي قبل قصيدة تطلب من عندي، تأمرني مو تطلب، الزهراء ما تطلب، تأمرني أن أقرأ قصيدة ولزينب النوح لفقد شقيقها، وهاي دائما أنا أقرأها. إذا تلاحظون الأشرطة تسمعوني دائما أكرر هاي في أكثر المجال. ولزينب النوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي، فأقرأ. بعد ذلك أنا انتبهت من النوم، وجدت نفسي على السرير بالمستشفى ولا زلت مشلولا، فعرفت أن الزهراء سلام الله عليها تأمرني أن أذهب إلى حسينية آل ياسين ومن منبر الحسين آخذ الشفاء، وإلا كان بإمكانها وأنا في لندن تشافي، لا تريد تربطني وتشدني أكثر لمنبر الحسين. تعرف هذا المنبر على سرعة وعلى نهر من الجنة. بالفعل خرجنا وأجينا ورحنا إلى الكويت، وهنا نزلت يشهد الله هذا مطار دمشق، نزلت وأنا يدفعوني على سرير متحرك. بعد ذلك ذهبت إلى الكويت وصعدوني ليلة الأربعاء أول محرم على أساس أقرأ 10 دقائق وخطيب آخر يقرأ المجلس، لأن أنا مشلول ما خبرت أحد. صعدت على المنبر وإذا أنا في عالم آخر، نسيت الشلل ونسيت كل شيء، وبدأت أقرأ وأتحدث ساعة ونصف. بعد ما انتهينا من المجلس وجدت نفسي أقف أقوم، أول مرة في عمري أقوم على 4 أشهر 5 أشهر أقوم وأنزل كل شيء ما فيه. كل شيء ما فيه ولله الحمد، وإلى اليوم لا أثر للشلل ولا كل شيء.